صعوبات التعلم فيها طفل مش بيستعبط ولا بيتدلع ولا محتاج بس تزعقيله وهو هيشتغل ويبقى زي الفل، ولا محتاج الشبشب يترفع علشان يبقى شاطر. بس انا ساعات لما بكافئه بيشتغل وبيبقى شاطر، وساعات لما بزعقله بيشتغل وبيبقى شاطر، لانك طلعتي منه بالضغط اكتر حاجة كويسة يقدر يعملها. بس العصبية بتخليه يكره يقعد معاكي وتخليكي تكرهي ايام المدرسة. الحل اننا بنعمل جلسات تحل مشاكل صعوبات التعلم. وصعوبات التعلم مش بس الطفل يعني طبيعي بس عنده مشاكل في قراءة او في حساب، كمان في طفل هو تحت السن الطبيعي وعنده بطء تعلم. بتعرفيه منين؟ بيقعد كتير عبال ما يخلص ورقة، هو ده طفل بطيء التعلم. المهم الحل عندي في المركز، بشتغل نمائي وبشتغل أكاديمي، بس مطلوب منك واجبات مع وقف الشاشات، وهتلاقي نتائج كويسة جدا من أول شهرين مع جلسات صعوبات التعلم.